الشخصيات في البطولة العربية حاليا في القاهرة، والرئيس المثير للجدل دائما المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. أهلا بك. أولا شكرا لقبولك دعوة البرنامج. اهلا استاذ عبد الله. برغم انا جاي من السفر تعبان وكنت في مشاورات شاقه طول النهار مع الاوناسيو واعضاء السفاره والفريق اللي كان بيشتغل معاه، لكن لان انا كان عندي ميعاد قبل كده معاكم وكان في مشكله اتاخرت. صحيح. كنت لازم اجي احترم ميعادي مع قناه من القنوات العربيه المحترمه. اهلا بك سيد مرتضى. وبعدين اوعى تنسى ان اخر بطوله عربيه نعم. اخر بطوله عربيه اقيمت في مصر كان مرتضى منصور هو رئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله، ودي كانت اول بطوله يتم فيها التصالح بين فرق كويتيه، فريق كويتي وفريق عراقي. انت عارف بعد خلاف شديد سنوات طويله، يمكن كان ماتش مباراه الافتتاح بين فريق الكويت وفريق العراقي، وانا كنت حاطط الجدول. نعم. واطلقت على هذه البطوله باسم فلسطين العزيز علينا كلنا. طيب، يعني بما أنك تتحدث عن البطولة العربية، وش أبرز ذكرياتك سيد مرتضى يعني من هذه البطولة من خلال الزمالك أو حتى يعني المنتخبات العربية، البطولات العربية بشكل عام، يعني كيف شايفها؟ والله أنا عندي ذكرى البطولة دي، إن أنا في الافتتاح ألقيت كلمة سياسية عن لازم نقف كلنا ورا فلسطين المحتلة، وانه ما بقاش فيه نوع من التعاون الرياضي او التطبيع الرياضي مع هذه الدويله المغتصبه لارض فلسطين. وطبعا انت عارف ان في البعض بيتعامل مع هذه القضيه بحساسيه شديده. قال لك انت في محفل رياضي، فقلت لا، دي في مناسبه ان انا ارفع علم فلسطين في هذه البطوله. جميل. واطلقت عليها اسم فلسطين، وبعد كده دفعت الثمن، تم حل مجلس ادارتي، يعني مش مشكله، يعني حلوا مجلس الاداره بتاعي الاخ حسن صار. طيب سيد مرتضى، يعني كيف تقيم هالبطولة؟ كيف تقيم هذه البطولة العربية، نظامها؟ يعني لا يتأهل إلا صاحب المركز الأول مع أفضل ثاني من 3 مجموعات. كيف شايف هالبطولة وتنظيمها؟ شوف، الأول أنا لازم أرحب بسمو الأمير فيصل رئيس البطولة المنظمة، شخصية محترمة جدا جدا. نعم. وكان عندي في بيتي فور سيزون في اسكندرية من 3 أيام، وكنا بنتعشى مع بعض. هو في مرحلة تقييم هو كمان. لازم نعرف ان البطولة دي رجعت بعد سنوات طويلة، والهدف من البطولة مش 2.5 مليون دولار أو مليون دولار أو 5 مليون دولار. الهدف من البطولة زي بطولة أوروبا بالظبط كده. الدول العربية اجتمعت على حاجتين: الفن والرياضة، دول بيوحدوها. قد نختلف سياسيا في بعض الآراء، فأنت ما تنساش ان انا عضو في البرلمان من سنة 2000 يعني. فهتلاقي السياسة دايما، وانا دايما اقول السياسة والرياضة، الناس بيقول لك فصل ما بتفصلوش. ودي على كده انه يمكن امريكا رجعت علاقتها بالصين بعد مباراة بينج بونج. وفي دولتين في جنوب امريكا، اعتقد سلفادور ودولة تانية على ما اتذكر، حصلت حرب بينهم بسبب الكورة. فعايز اقول انه لا، انه اللي بيوحد العرب دائما هتلاقي الفن والرياضه وتلاقي الرياضه. نعم. انا النهارده لما اولادنا النصر السعودي او الهلال السعودي او المريخ السوداني او النفط العراقي او العهد اللبناني او الترجي التونسي او الفرق المشاركه في البطوله، كل هذه الدول العربيه المحترمه، والشيء الراقي في التعامل والروح الجميله، كل واحد من ولادنا دول هيبقى سايب لما يمشي يبقى عنده ذكرى جميله مع اخوه المغربي، مع اخوه الجزائري، مع اخوه العراقي، مع اخوه الكويتي. طيب. فده انا كنت دايما، حتى سمو الامير قبل البطوله ما تبدا قلت له ده الهدف الرئيسي مش الفلوس. طيب، لكن يعني هذه البطوله فيها مفاجآت. صحيح. طيب، يعني انت تتحدث عن هذه البطوله بشكل ودي وبشكل جميل وبشكل مريح جدا، ولكنك تمنح الزمالك فرصة أخيرة في هذه البطولة، تمنح المدرب فرصة أخيرة في هذه البطولة، وكأنها بالنسبة لك يعني بطولة إثبات وجود الزمالك. لا لا لا، الزمالك نادي كبير. نعم. الزمالك نادي عظيم. الزمالك هرم الأهرامات الرياضية زي النادي الأهلي بالظبط. لا بتهزه بطولة، ولا بيهزه رئيس نادي، ولا بيهزه لاعب، ولا بيهزه مدرب. لكن أنا عندي مشكلة نفسية دلوقتي مع بعض الإعلاميين الفاسدين اللي موجودين في مصر. تاني بقول إعلامي على مسؤوليتي، إعلام فاسد. أول ما بجيب المدرب يبتدوا يتريقوا هيمشي إمتى؟ على طول. بالرغم أنا ما مشيتش مدرب. فيريرا هرب عشان يروح قطر،
بفلوس اكتر 4 اضعاف، هرب وخد الفلوس اللي عايزها. انا كنت بديله حوالي 48,000 دولار، هناك بياخد 250,000 دولار، فطز فيا وفي الزمالك وفي القيم والاخلاق، واحنا اشتكيناه للمحكمه الرياضيه الدوليه وبتحقق معاه، ما حدش عمل له حاجه. باتشيكو برضو الراجل بعد ما جه اتعشى معانا تمام، لان نعم. اعتقد في نادي احد الانديه السعوديه الشباب على ما اتذكر. سمو الامير رئيس النادي بعت لي وفد عشان يشوف التعويض ايه، قلت له لا ما فيش تعويض بيننا وبين السعوديه، خلاص هو اختار هذا المكان. طيب. واحتراما لنادي السعوديه. طيب يعني عشان ما ندخل في التفاصيل كثير سيد مرتضى، هذه يعني بتاخذ وقت لما نتكلم عن كل المدربين، لكن هذه البطولة بالنسبة لك يعني اترك الإعلاميين، اترك الإعلاميين جانبا سيد مرتضى، اترك الإعلاميين جانبا، خلينا نتحدث عن مرتضى منصور مع الزمالك الآن. أنت هل فعلا منحت الزمالك فرصة أخيرة في هذه البطولة بعد يعني خروجهم من دوري أبطال أفريقيا؟ هل كانت هي فرصة أخيرة بالنسبة لك؟ شوف أنا عايز أقول لك حاجة، نادي الزمالك خد 12 دوري. طيب 12 دوري، بطولة دوري 6 مرتضى منصور، نص بطولات الدوري مع الزمالك مرتضى، مع المستشار جلال عضو مجلس إدارة 2 دوري، مع الدكتور كمال كنت أنا رئيس المكتب التنفيذي والمشرف على الكورة 3 دوري، معايا أول ما جيت والدوري، أدي 6 بطولات. 1 2 أنا جيت لقيت الزمالك ما خدش ولا بطولة خلال 10 سنين، لما رجعت تاني بعد رئاستي في 2005 إلا كأس مصر، واللي جابوا الجونين أسامة حسن وعمرو زكي اللي أنا جايبهم، والأخ اللي قبلي طردهم. لكن أنا خدت 4 كاس ورا بعض، سوبر، دوري، رجعت كرة اليد كانت الدرجة الثانية عملوها طردية، خدت دوري وكاس وبطولة افريقيا، ابطال دوري ابطال كاس، بطولة الدوري في الطايرة، رجعت السلة. مش عايز اتكلم عن المنشآت، بس المنشآت دي بتهم اعضاء النادي المحترمين، هو اصحاب النادي الحقيقيين. يمكن اول رئيس نادي يجي يحترم الاعضاء هو كان مرتضى منصور، كراسي مكسرة، توليفات اي كلام، مفيش حدائق، مفيش مطاعم، مفيش امن، كان في بانجو ضرب حقن، لانه ما كانوش اعضاء في النادي. رجعنا الاعضاء المحترمين. النهارده لو حضرتك بعت كاميرا هتلاقي 40 50 الف عضو محترمين. نعم. جوه النادي مستمتعين بالامن والامان جوه النادي. جميل. فالقصه بقى ان انا النهارده في مدرسه بيقول لك الاستقرار، انا اعمل استقرار لما يكون المدرب ناجح، لكن لما يكون مدرب فشل مره واثنين وثلاثه واربعه وبيخفق واستمر عشان ارضي بعض النقاد عشان هيبتدوا التريقه ويقول لك استقرار، يبقى انا راجل لا اصلح ان اكون نادي الزمالك. طيب مستر ناسيو راجل مؤدب جدا على فكره، راجل محترم جدا، واخد بالك، التعامل معاه كان بشكل محترم. النهارده عملنا تحقيق معاه، التحقيق ده حضرتك كل الناس هتشوفه بعد ساعه على كل المواقع. اعترف بكل اللي انا كنت بقوله، عمري ما اتدخلت في شغله، عمري ما قلت له مين يلعب مين يلعبش، ما فيش لاعب جبته الا باذن منه، ما فيش لاعب مشي الا باذن منه. تمام. والاهم ان الجهاز الجديد هو اللي لما جبناه هو اللي وافق عليه، لكن انا اسف يعني الكلام التي تعوي التامر اللي حصل فجاه. مستر اناسيو بعد ماتش الاولاني اللي هو فتح الرباطي، والفتح ده نادي مش صغير، ما هو غلب النصر السعودي 4-0 لو تفتكر. صحيح. لكن النصر لما اتغلب 4 ما شفتش حد سعودي طلع قاعد يشتم في الفريق العظيم اللي هو فريق النصر، واخد بالك، لا رياضه. لكن احنا طلع بقى عندنا الشمتانين اللي هم عايزين ينزلوا انتخابات، وهم بقول لهم تاني لو تحبوا اعمل انتخابات اللي جايه ان شاء الله في بيوتكم اعملها في بيوتكم، اعمل لكم خيمه. النتيجه بالظبط كده، مركز شباب بشالوش نعم بيلعب البرازيل، فريق طيب. البرازيل. خلني انا ابغى اسالني مين البرازيل ومين مركز الشباب. الحمد لله انا البرازيل باذن الله. طيب انا ابغى اسالك استاذ يعني مرتضى منصور، لماذا شخصيتك دائما مثيره للجدل؟ يعني لماذا سهل احيانا حتى استفزازك؟ يعني هل تتفق معي في هذه الجزئيه؟ انت دائما شخصيه مثيره للجدل، ربما لانك احيانا سهل الاستفزاز. لا انا مش سهل الاستفزاز، انا راجل متزن، عضو برلمان مصري من 2000، راجل عضو في لجنه الدفاع والامن الوطني، راجل عضو في لجنه الشؤون القانونيه، راجل من المحامين المعدودين على الاصابع على مستوى العالم العربي. فانا ما يعني ارفض انك تقول سهل استفزازي، ده كان ده تقوله ولد صغير لسه طالع. تمام. اوعى تنسى ان انا كنت راضي ورئيس محكمه ومؤلف قانوني، واخد بالك، وليا موسوعه خدت جائزه الدوله، فكلمه سهل استفزاز لا. لكن لما الاقي عيل قليل ادب في مدرج بيسب جيش بلده بسفاله وقله ادب، جيش البلد اللي حاميه وحاميني، حامي امه وحامي امي امه، خلاص اقل حاجه ارد عليها بيسب الجيش اقلع له جزمه وارفعها له. هو ما غلطش فيا، هو بيغلط في جيش البلد. طيب. وانا عندي دايما مبدا،
حضرتك البلد بلدنا دي البلد، انت طبعا انت جيت مصر كتير وعارف مصر وعارف تقديرنا للشعب السعودي والاماراتي والبحريني والكويتي لموقفهم المحترم مع مصر والمصريين بعد ثوره 30 يونيو اللي هي الثوره الحقيقيه في البلد. 25 ده كان يوم اسود على في تاريخ مصر. انا النهارده لما يتشتم جيش بلدك وانت راجل عارف يعني ايه جيش البلد وحامي البلد. بس انت الان دخلت لي موضوع سياسي استاذ مرتضى منصور. انا اتكلم يعني انا اتحدث. لا ده مش سياسه، هو الاستفزاز. لا هات لي حتى في بص انا عايز اقول لك حاجه. استاذ عبد الله من فضلك. اتفضل استاذ عبد الله من فضلك. الماتش الاخير بتاع اهلي طرابلس، اهلنا ولادنا اهلي طرابلس والزمالك اتعمل في برج العرب. وبهذه المباراه احنا خرجنا لما تعادلنا تقريبا 2-2 تمام؟ تقرير الامن الوطني والتقرير الامن العام هو اتقبض على 250 مكتوب كده انهم ينتمون لجماعه محظوره، انهم كانوا يهدفون الى افشال وافساد المباراه. طيب السياسه. طيب واخد بالك؟ ما انا قلت لك السياسه غصب عني وعنك داخله. يعني انت يعني خلينا نقول انه انت احيانا بعض المواقف هي التي تدعوك يعني هي اللي تستفزك احيانا، فتخرج منك ردود هذه، يعني تخرج منك هذا النوع من ردود الافعال. لكل فعل رد فعل مساوي لي وزياده عندي. طيب يعني حضرتك هتقول لي يا استاذ مرتضى، بس حضرتك هتقول لي يا استاذ مرتضى مثلا او سياده المستشار، اقول لك يا عبد الله؟ مش ممكن اقول لك يا استاذ عبد الله وحضرتك وسيادتك، مظبوط؟ طيب هتقول لي يا ابو مرتضى هتلاقيني بقيت واحد تاني. يعني يا بيه بص، ما دام احنا في نطاق في احترام متبادل هتلاقي احترام وازيد من الاحترام. لكن انا بقول لك لما تبقى قاعد كده وتشتم جيش بلدك وتشتم صالح سليم اللي مش في الماتش هو وامه ومالوش علاقه بالماتش، هنا انت تشتم مجلس هنا ردة فعلك تكون حاضره بشكل يعني بشكل احيانا غير مقبول. لكن بسالك خلينا نرجع مره ثانيه للبطوله العربيه. مقبول بالنسبه لك بس مقبول للملايين من جماهير مصر كلها. ممكن ما بعرفش امشي في الشارع. ممكن صحيح. عايزين يتصوروا مع مرتضى منصور. صحيح. انت عموما انت رجل جماهيري لا يمكن ان ينكر ذلك احد استاذ مرتضى، يعني هذه حقيقه. انت رجل انت رجل جماهيري، هذه حقيقه. طيب خلينا نرجع للبطوله العربيه. من تتمنى يفوز فيها؟ الزمالك تقريبا فقد فرصه التاهل الى الدور الثاني. من تتمنى يفوز فيها؟ انا طبعا بص انا اقول لك حاجه. نعم. بص هذه البطوله فيها مفاجآت. يعني فريق الفتح المغربي ده مفاجاه. الهزيمه بتاعت النصر السعودي دي مفاجاه. النفط العراقي ده مفاجاه. الفيصل الاردني ده مفاجاه. يعني في انديه لا تتوقع، واخد بالك؟ لكن وفي انديه ما فيهاش مفاجآت زي الترجي مثلا. انا لو قلت لي انا كمصري اتمنى طبعا النادي الاهلي لان هو النادي المصري الوحيد اللي موجود لغايه دلوقتي. لكن انا شايف الانديه اللي ممكن توقعي عندك الترجي والفيصلي الاردني ده تاني نادي والفتح المغربي. انا رايي ان نادي في الثلاثه دول هيبقى عنده فرصه كبيره انه يبقى الاول او الثاني. طيب ما انت يعني مدرب الاهلي المصري او الزمالك المصري، اسف، مدرب الزمالك المصري القادم سيكون هو طارق يحيى، سيكون مدرب رسمي؟ لا المدرب القادم باذن الله خلال 48 ساعه هنعلن عنه. مدرب احد المدربين العالميين المشهود لهم بالكفاءه. طيب. ويمكن العالم كله يعني هيبقى عارفه ان شاء الله لانه مشهور جدا واخد بطولات كتيره. طيب الانتخابات لكن انا دي فرصه اشكر طارق يحيى طبعا. نعم. اشكر طارق يحيى انه تحمل مسؤوليه، تحمل ما هو فوق طاقه البشر، وفي نفس الوقت بدين بعض المنتمين لنادي الزمالك زي ايمن يونس، زي ميدو، زي الولد اسمه ابو العيله، ما اعرفش مين ابو العيله دون، انه تاني مره يطلعوا في استوديو تحليلي يهينوا الزمالك ويحملوا اللعيبه ومجلس الاداره المسؤوليه ودافعوا عن اناسيو. هم يقولون رايهم يعني اناسيو النهارده في الفيديو. يعني استاذ مرتضى هم يقولون رايهم. في فرق بين الراي في فرق. بص يعني هم هل هم شتموا هل شتموا؟ هم قالوا رايهم يعني. أقول لك ليس عيبا يعني استاذ مرتضى اذا سمحت لي ليس عيبا مثلا نقول انه مرتضى منصور مثلا لم ينجح في اداره الزمالك في هذه البطوله، او واسندت رايي مثلا على عناصر وادوات انا ارى انها ادوات حقيقيه وموجوده. انا ما ليش استاذ عبد الله انا ما عنديش مشكله في النقد.
ما عنديش مشكله في النقد، لكن لما تقل ادبك وتكذب وتقول مرتضى منصور عمل التشكيل وده لطارق يحيى في الشوط الاولاني، فايناسيو راح جاي في الشوط الثاني راح متخانق معاه قال له لا ده التشكيل ده غلط، يبقى دي قله ادب لان ده ما حصلش. والراجل ايناسيو النهارده في البيان اللي عامله بصوت وصوره قال لك ده كذب ما حصلش، ده مش نقد ده قله ادب. النقد انك زي ما حضرتك بتقول كده ان احنا تقول لي ايه انت ما جهزتلهمش معسكر، ما جبتش لعيبه، ما اديتلهمش مكافآتهم ومرتباتهم ده النقد. انما انا لا هاجي انا مش هاجي مع اللاعب الهداف واجيب جون، او مش انا الجون اللي هصد الكوره. المناخ انت مجلس اداره بيهيئ المناخ المحترم نعم. المناسب. وعشان كده احنا لما تحملنا على الناس وبعد مؤتمرين، المؤتمر الاولاني بعد ماتش الفتح قال اللعيبه دي ما تنفعش ودي القماشه اللي عندي وانا مش ساحر، احبط اللعيبه. قبل الماتش بتاع امبارح فجاه بغير مناسبه، لكن انا عارف المناسبه، انه راح طالع قال لك رئيس النادي ده ارهابي، واخد بالك، ولو قلت له جاب حواليه قلت لهم ده كوكولا وقال لهم لا ده ميه، يقول لا ده ميه، كلام لا يليق ولا يصح انه يحصل. لكن طيب. في النهايه زي ما النهارده اشاعوا ان مرتضى منصور يحتجز المدير الفني الاجنبي، وخلوا السفاره ناس من السفاره جت لقت ما فيش شيء خالص. وعلى فكره كل المناقشات اللي تمت بينه وبينه متصوره فيديو وهتذاع بعد نص ساعه على صفحتي الرسميه. نعم. وعلى جميل. موقع النادي جميل. والناس هتشوف الراجل قال ايه وانا قلت ايه. طيب ابغى اسالك عن كهرباء، بكم راح للاتحاد؟ بالملايين اللي كنت يعني تطلبها من الاتحاد بعد البطوله الافريقيه، ولا راح باقل من ذلك؟ شوف كهرباء راح الاعاره الثانيه ب 2 مليون و400 دولار، اقل من 50 مليون يورو. خدنا مقدم مليون و60 مليون يورو اللي كانت نعم، او في الدولار اللي كانت بعد البطوله الافريقيه. انت سعرته بسعر مرتفع جدا. هو كهرباء لغايه دلوقتي حوالي 3 مليون و700 الف دولار، لان السنه الاولى اعتقد مليون 300 الف على ما اتذكر، السنه الثانيه 2 مليون و400 الف دولار. انا بشكر نادي الاتحاد النهارده، الدفعه الثانيه وصلت ودخلت الحساب بتاع نادي الزمالك. وبعدين برضه بقول له ناسيو واللي حاولوا يسلطوا ناسيو، هو كهرباء كان لاعب في الزمالك وناسيو موجود، ما هو معارض السنه اللي فاتت مع الاتحاد السعودي. هو ستانلي اصلا كان معانا، ده ستانلي ده احنا واخدينه كنا مع اعارته تخلص 30/6. وبعدين مصطفى فتحي ما هو ناسيو نفسه هو اللي قال لي بيعه لانه لاعب كسول، لانه حاطط في دماغه الاحتراف. صحيح. تمام. فانا لما ابيعه ب 100 مليون جنيه افضل ولا اجيب لاعب خلاص مش عايز يلعب في نادي الزمالك؟ وانا عندي مبدا، لما محمد عبد الشافي قال لي عايز اروح اهلي جده مشيته، عمر جابر قال لي عايز اروح بازل السويسري وديته، لان مفيش لاعب هيلعب غصب عنه لا في مصر ولا في السعوديه ولا اي دوله في العالم، لان اللاعب ما دام دخل في دماغه الاحتراف خلاص مش هتاخد منه نتيجه. فانا بشكر النهارده الناس مسؤولين بصراحه في اتحاد جده بعتوا المبلغ كله، الاخوه بتوع نادي اعتقد التعاون اللي هو فيه انتقل ليه مصطفى فتحي. نعم. هم بعتوا لي جواب انهم حولوا الفلوس لسه ما وصلتش، لكن انا ببقى سعيد لما الدوري السعودي القوي جدا ويقولوا محمد عبد الشافي زمالك، انا ببقى مبسوط جدا. صحيح. لما يقولوا كهرباء ويبقوا فرحانين بيه لما بيجيب جون زمالك. نعم. ده بيسعدني جدا لان دول بعتبرهم سفراء. نعم. للنادي وللمصر كلها. نعم. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اسعدتنا باطلالتك عبر العربيه معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك، اتمنى لك التوفيق، واتمنى يعني ان تعود السعاده على محيا الزملكاويه في هذا الموسم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهره. إن شاء الله. تنطلق